السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة شوات مع الشيف عماد، فيديو جديد وصفة جديدة. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم طريقة تحضير صلصة الطماطم على الطريقة الأصلية. بقاو معايا مشاهدينا باش نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو بصلة مقطعة طريفات صغار، عندي هنايا 2 ملاعق من معجون الطماطم، عندي هنايا أوراق البازيليك أو الحبق اللي كيعطيونا مذاق زوين لصلصة الطماطم. غادي نشدو غادي نقطعوه. عندي ثلاثة الفصوص من الثوم مفرومين، عندي 4 ملاعق من زيت الزيتون، عندي ملعقة كبيرة من الأوريغو أو الزعتر مجفف كيعطينا مذاق زوين لصلصة الطماطم، عندي ملعقة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من الإبزار، عندي هنايا تقريبا كيلو ديال الطماطم. اول خطوه مشاهدينا غادي نشدو الطماطم، غادي نوضعو عليها واحد العلامه على هذا الشكل هذا، وغادي نزولو لها هاد النباتة هادي، لاننا غادي نوضعوها الطماطم في الماء باش نزولو ليها الجلفة ديالها. صافي كنستمر على هاد العملية حتى نكمل المطيشة كاملة. وغادي نكون موجد في واحد الاناء الماء سخون، غادي نبدا نوضع فيه الحبات ديال الطماطم، وغادي نغطي عليه تقريبا واحد 2 دقائق ونزولو الطماطم. ملي غادي نزولها غادي نخليها تقريبا حتى تبرد، ونبدا نحيد ليها القشرة ديالها. في إناء غادي نبداو نحضرو الصلصة ديال الطماطم. دابا غادي نوضع زيت الزيتون، غادي نضيف عليه البصلة اللي قطعت صغيرة، وغادي نضيف عليها الثوم، ضروري نخليو البصلة تشحر مزيان مع الثومة. عاد نضيفو عليها الطماطم، من بعد ما تشحرات البصلة دابا مع الثومة غادي نضيف الطماطم كاملة ونبدا نضغط عليها بملعقة على هذا الشكل هذا. وضروري مشاهدينا النار تكون خفيفة ما تكونش مجهدة باش الطماطم طيب على خاطرها. صافي دابا غادي نغطيها وغادي نخليها تقريبا واحد 15 دقيقة. من بعد مرور 15 دقيقة تقريبا غادي نجيب واحد الخلاط يدوي او فوي ونبدا نضغط عليها على هذا الشكل هذا مزيان حتى نحصلوا على واحد الصوص. صافي نستمر على هذه العملية هذه مزيان. ونبدا نضيف دابا في مركز الطماطم، غادي نضيف اوراق ديال الحبق او البازيليك من بعد ما قطعتهم، غادي نضيف
الزعتر مجفف. عندي هنايا الإبزار معلقة صغيرة، ومعلقة صغيرة من الملح. صافي غادي نجيب الخلاط ونبدا نحرك مزيان حتى يندمج ليا هاد العناصر كاملة مع لاصوص. صافي ونخليها تقريبا واحد 10 دقائق. هاد الصوص هادي ممكن نحضروها البيتزا او الباستا او لي بات، عدة اطباق غادي ممكن نحضرو بهاد الصلصة هادي. صافي دابا ها هي لاصوص واجدة. غادي نضيف عليها زيت الزيتون، وممكن تذوقوها الا شفتو مطيشة انها جاتكم شوية حامضة، ممكن تضيفوا القليل من السكر تقريبا شي معلقة باش تهرس لكم هذيك الحموضة ديال المطيشة، وتحركوها واحد شوية وتوضعوها. صافي دابا واجدة. هذه هي صلصة الطماطم اللي حضرت معكم اليوم، كتجي بنينة ورائعة بزاف. ممكن نبردوها ونحتفظوا بها في المجمد، وقت ما بغينا نستعملوها نجبدوها نخدموا بها، غادي تنفعكم بزاف. وان شاء الله غادي نحضر لكم بزاف د الاطباق بهاد الصلصة.